السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحلقة الثالثة بتاعتنا. عايز أبدأ الحلقة بحاجة لازم كنت أبدأ بيها من الأول من قبل كده، من الأول يعني. فهي قراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين. دي الحلقة الثالثة بتاعتنا إن شاء الله، ونبتدي. يا رب تعجبكم. أول حاجة عاوز أتكلم فيها النهاردة هي سياسة استسلام الأهلي للتحكيم. السياسة دي من زمان قوي، من أيام صالح سليم. من وأنا صغير كنت أسمع عن صالح سليم بيقول إيه: التحكيم مش هيبقى السبب، مش هنركن ونعلق الشماعة بتاعة إن إحنا اتغلبنا أو اتعادلنا على التحكيم. إحنا كان بإيدينا إن إحنا نغلب وكذا كذا 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 كذا. هو عنده حق في الحكاية دي، بس التطبيق الحكاية دي يعني مش لازم يكون يعني بحذافيره كده. ليه بقى؟ لان انت ساعات ما بتبقاش كويس وليك حق عند الحكم، دي غير دي خالص. يعني انت لما تبقى مش كويس وليك حق عند الحكم، خلاص عشان انت مش كويس وما تاخدوش؟ لا طبعا. طب يا سيدي، لما الفرقة تبقى زي الزفت، وفرقة بتدافع وفرقة مش عايزة تغلب ولا عايزة تتعادل وبس، وبتلعب على الهجمة المرتدة، والفرقة دي وحشة وعملت فاول، والفرقة دي عملت فاول، الفرقة دي عملت فاول داخل منطقة الجزاء، ده ضربة جزاء عشان هي فرقة وحشة، تقوم ما تديهاش ضربة الجزاء؟ لحسن يعني يا عيني بقى انت بتقلب عليها المواجع، انت بتضيف عليها القرف؟ لا طبعا. يبقى غصب عنك لازم تطبق قانون. الفرقة اللي قدامك فرقة كويسة او فرقة وحشة، انت لازم تطبق القانون. فانا ليا عندك حق، سواء انا كنت لاعب كويس ولا وحش، ولا استحق ان انا اتهزم او استحق التعادل او استحق ان انا اغلب. انا ماليش دعوه دي ملهاش دعوه بدي خالص. انت اديني حق يا اخي. فدي حاجه. دي صالح سليم يعني رسخها في دماغ الاهلاويه، وبالتالي يعني حملت، ويعني through generations، يعني حملت يعني من خلال الاجيال، جيل بيسلم جيل، فنفس الفكره بتطبق، وبالتالي دلوقتي بتطبق حتى ب يعني بخنوع، لان الخطيب ما هوش راجل بيحب المواجهه، يعني ما بيحبش الخناق، ما بيحبش، راجل طيب. بس ده ما ينفعش، الطيبه دي ما تنفعش زي ما قلنا قبل كده. انا عايز افهم بقى ايه اللي حصل من الاستاذ ياسر عبد الرؤوف، حد يفهمني. يعني انت جاي تصلح، يعني انت جاي دلوقتي عمال كنت بتنتقد العالم اللي قبليك، وعايز تصلح وعايز تعمل والحقوني وانا اللي هعمل وانا اللي هصلح السفينه، والسفينه مش عارف ايه، السفينه اتخرقت بس انا اللي اصلحها. طيب اللي جاي يصلح ده يرتكب المصايب دي؟ ما انت عارف تاريخ الجدع ده، انت عارف تاريخه. طب انت جبته ليه؟ الجدع ده اساسا كان موقوف من المصايب اللي عملها. ده الجدع ده ما ينفعش مش بس يحكم للاهلي ولا يحكم للزمالك، لانه هيحكم ضد الاهلي وللزمالك. طيب الجدع بقى التاني اللي كان بيشتغل في الجمرك ده، اللي جابوه كده من على المحطه، ولا جابوه من سوق العتبه بيبيع كتب ولا بتاع، وقالوا له تعالى حكم؟ ايه الهبل ده؟ يعني راجل معهوش حتى رخصة تحكيم. يعني هل النادي الاهلي دلوقتي ليه احقية ان هو يطالب باعادة الماتش؟ ما اعتقدش يبقى ليه احقية. بس هيسكت دلوقتي؟ قال بيعترض، بتعترض على ايه؟ ما هم اساسا انت عارف ان هم مش جايبين رئيس حكام اجنبي. وحتى لو جابوا رئيس حكام اجنبي، رئيس الحكام الاجنبي ده، هل المصيبة بقى انه لما يجيبوا واحد، هل هيصبروا عليه؟ هيسيبوه في حاله يعمل الشغل بتاعه؟ ولا دلوقتي تلاقي الزملكاويه عمالين يعترضوا عليه
وناس بتهدده، وناس بتتهمه انه مش عارف بيعمل ايه، وناس بتتهمه انه بيعمل ايه، وناس زهقته زي ما زهقوا الراجل كلاتنبرج ده. هل ده اللي هيحصل؟ ما هو لازم بقى انت تيجي لما تجيبه تحميه بقى. لما تجيب الراجل ده انت لازم تحميه من المصايب اللي هتحصل له، لان طبعا هو مش هيعمل حاجه الناس التانية بتحبها، ده بالعكس، ده هو جاي عشان يعكنن عليهم. فانت لازم تحميه. مش المشكله او الحكايه انك تجيب لي واحد اجنبي، لا، حافظ عليه بقى علشان يعمل شغله كويس. ما تقعدش تنخرب فيه، ما تقعدش تجيب له واحد زملكاوي هنا وواحد اسماعيلاوي هنا وواحد مش عارف ايه من هنا عشان يقرفوا فيه. وعامل الاسماعيليه غلابه على فكره، يعني هم لازم يعني اخويا اسماعيلاوي على فكره، اسماعيلاويه غلابه، يعني زي ما بياخدوش 1/10 من اللي بياخدوا الزمالك والتعضيد والوقوف خلف الزمالك اللي يعني الناس دي غلابه، والله العظيم غلابه. يعني الحق يقال الاسماعيلاويه بيلعبوا كوره جميله، وعندهم مواهب، دايما بيبقى عندهم مواهب، وبيعرفوا ينقوا، وعندهم عين كويسه في اللعيبه. ولو فعلا يعني ادوهم حتى 25% من اللي بتدوه الزمالك ده، هيبقى النادي ده كويس. ما احنا عايزين النوادي اللي في مصر كلها تبقى نوادي قويه علشان الدوري يبقى قوي. ما يبقاش بس النادي الاهلي، هو ما فيش حد هيوصل للاهلي لان الاهلي ده في حته تانية، بس هيبقى في منافسه على الاقل، هيبقى في دوري، هيبقى في تنافس قوي. ما تضعفش انت الاهلي بقى، يعني انت انا مش بقولكش كده عشان تضعف الاهلي، لا، قوي الفرق التانية بانك تديها الدعم المفروض ان انت بتدي الدعم كله لفريق واحد علشان بس يعرف يتنفس وتبقى مناخيره فوق الميه. طب ده كلام، ومفيش فايده برضه، مفيش فايده. ارجو من اللاعبين الاهلي ان هم يركزوا في الملاعب او في الماتشات، والنبي عشان خاطري ركزوا في الماتشات. يعني بلاش تعمل لي البتاعه دي ولا البتاعه دي ولا مش عارف ايه، ولا هتحتفل ازاي. طب جيب جون الاول، اكسب الاول بعدين احتفل. اكسب، ما تجيبش جون وتحتفل، اكسب الاول وبعدين احتفل. لما كله دلوقتي بيتفرج على ايه، على المتابعين وكم متابعه ومش عارف ايه، ومين اللي بيعلق ومين اللي ما بيعلقش، ومين اللي بينزل ومين اللي ما بينزلش ايه. يا ابني انت لاعب كوره اولا واخيرا، انت بتاخد ماهيه علشان تلعب كوره، علشان تجيب بطولات. لان الان النادي الاهلي نادي بطولات، وجماهيره لا تعترف الا بالبطولات، وانتوا كده كلكم عارفين الحكايه دي. يا ريت بقى نركز الوقت الجاي ده، عشان عندنا اورلاندو بايرتس، وعندنا دلوقتي يا اما بوتافوجو يا اما باتشوكا بتاع المكسيك. هتلعبهم ازاي دول وانت رايح عشان هتعمل لي البتاعه دي؟ ايه ده؟ في ناس بتقول هيعيروا عمر الساعي. طب هيعيروا عمر الساعي ليه؟ ده انت لسه جايبه ب1,000,000 جنيه. $1,000,000 يا ربي، $1,000,000 يعني 50 مليون جنيه. طب هتعيروا ده ما لعبش حتى يعني مثلا نص ماتش، تعيروا ليه؟ ولاعب كويس وبيقولوا ان هو بيتدرب كويس في الملعب، تعيروا ليه؟ قالك علشان ايه؟ كولر مش مقتنع بيه وقال لهم ما تجيبوهوش. طب انتوا بتجيبوا، الراجل قال لكم مش عايز الجدع ده، بتجيبوه ليه؟ زي الجدع برضو المدافع اللي جابوه، اللي هو مش عارف اسمه ايمن مش عارف ايه، ايمن مش حاجه بتاع ايمن كده، ايمن حافظ اعتقد. هو قال الراجل ده او اللاعب ده لاعب مش كويس لانه ما بيعرفش يتمركز، انا مش عايز اجيب لاعب اعلمه اساسيات مركزه، فما تجيبليش الجدع ده. لا، لجنة التخطيط بقيادة العبقري الفذ محسن صالح قال لك لا، احنا عايزين الجدع ده. يا جدع ما بيعرفش يقف، ما بيعرفش يتمركز، وهو الراجل ما غلطش. ولينا حق ان احنا كنا ماشي محسن صالح ده من زمان كان عايز يطهق انا مش فاهم ده جاي عشان يخطط ولا يطهق. في مصيبة حصلت
في اتحاد الكوره، مصيبه سودة. الاتحاد الدولي بيدي كل اتحاد في العالم 100 دولار، مليون دولار في السنه عشان مصاريف وكلام ده والبتاع ده. فالاتحاد المصري طلب من الاتحاد الدولي ان يديله زي ما تقولوا ايه، سلفة. يديله ايه، 3 مليون دولار على الحساب. يعني يديله 3 مليون دولار زيادة، وبعدين احنا ما ناخدش حاجة من 3 مليون دولار منه خالص لمدة 3 سنين جاية. فالبي جمال علام بيقول انه هو سايب 2 مليون دولار. 2 مليون دولار دول منحة، يعني مش منحة يا ربي، سلفة. يعني انت سايب ال الاتحاد المصري مديون بمصيبة سودة. انا مش فاهم ازاي برضو الاتحاد الدولي يعمل حاجة زي كده، وبناء على ايه؟ يعني اكيد طبعا عملوا له البحر طحينة وكذبوا وقالوا له مش عارف مين وتعالى والحقنا لحسن مش عارف الواد عينه مضروبة، وواحد تاني مش عارف مطعوم ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ انا مش فاهم، انتوا جايين تنظموا الاتحاد المصري واتحاد الكوره، ولا جايين علشان تكسبوا؟ إنا أسفأناكم. وما فيش حد شايف حاجة. الفشل الذريع اللي موجود في الكوره المصرية دلوقتي يرجع أولا وأخيرا للاتحاد المنايل ب60 نيلة ده. النادي الأهلي لا يمكن يسكت على إنه هو يستنى لغاية لما يجيبوا واحد أجنبي، لأن ياسر عبد الرؤوف جاي برضه ينفذ المخطط. هو كان قاعد طبعا في الاستوديوهات عمال بينتقد، بس هو جاي يعني ينفذ المخطط، يعني يكمل تنفيذ المخطط. زي ما الجدع اللي اسمه محمد فاروق ده دلوقتي بينتقد. طب ما انت لما كنت قاعد في الكرسي بتاعه ده هو كنت بتعمل مصايب منيله ب60 نيله. دلوقتي فالح تقعد بقى تنتقد. ما انت بتنتقد ليه؟ ما هو اصل عندنا في مصر دلوقتي كل واحد مش في المركز اللي هو عايزه يروم مقطع في التاني. هو ده اللي موجود دلوقتي عندنا. مفيش حد جاي ينتج. انتاجك ايه؟ انتاجك زيرو، انتاجك كعكة. مفيش. الزمالك غالبا كسب النهارده 4 وانطرد لاعب وطرد مستحق، بس كان في طرد للزمالك برضه مستحق. نفس من اللعبة مش نفسها، بس داس على وشه على وش رجل اللاعب الزملكاوي ده، داس على رجل اللاعب المحلاوي بالستارز او بالستادز، مش ستارز، ستادز، بالستادز. طب ده ايه ده؟ معرفش. ما هي اصل دي اللعبه دي ليها وعليها. يعني ده كان ممكن يبقى فيه طرد برضه. طبعا يعني انا ما بتكلمش على ان الزمالك ليه حق او ملوش حق، انا بتكلم على سهوله تسليم او اصدار القرار. سهل جدا. والله لو كان الاهلي ما كان حصلت وكان قاعد يفلي فيها 1.5 سنة، وبعدين ممكن كان يرجع يديله انذار بس، او جايز لفت نظر، او يمنع عنه الشوكولاته في يعني لمده اسبوع ولا حاجه. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه الزمالك ياخد الحاجات دي بسهوله؟ ومع ان ليه حق، انا ما بتكلمش له حق، بس ياخد الحق بسهوله. والاهلي لما يجي له حق ما ياخدهوش، ولو خده يبقى بطلوع الروح. طب ليه؟ ليه يا جدعان؟ هو الاهلي ده يعني انا مش فاهم. الاهلي ده مثلا بيلعب في الدوري بتوع الناس البعدة، بيلعب مثلا في الدوري بتاع الصيني مثلا، ولا في دوري مثلا التايلاندي.
ما مصري زيك. الكلام ده مش حاصل دلوقتي بس يا جماعة، الكلام ده حاصل من زمان. الكلام ده حاصل من أيام الملك فاروق ومحمد حيدر. بس احنا خدنا، الحكومة خدت على الحكاية دي. يعني الفساد حصل والمحاباة حصلة من أيام، من أيام زمان. العملية دي توارثت، الناس توارثوا هذا. ان الزمالك لا، ما حد لا، ما ده انا زملكاوي، ما ينفعش، لا الزمالك لازم يغلب. يعني وايه لازم يغلب؟ بالعافيه، بالزور، سبحان الله. وبعدين تقول لك لك الله يا زمالك برضه. دي الكلمه بتاعتهم دي بتضايقني جدا، لان لك الله دي يبقى الواحد مظلوم. انت نفسك اعترفت بنفسك ان انت بتاخد حقك تالت ومتلت، بس بتعيط علشان تاخد اكتر من حقك. طب ازاي لك الله يا زمالك؟ انا مش فاهم ازاي دي. يا اخي احترموا نفسكم شويه، عيب بقى، عيب، قرفتونا. قولوا الحق مره في حياتكم. نرجع لحكايه الاتحاد المصري المنايل بالستين نيله ده. طب حد هيحاسب الناس دي؟ يعني صرفوا فلوس غريبه جدا، الناس دي صرفوا فلوس غريبه جدا، يعني بطريقه غريبه. حد هيحاسبهم؟ كشف الحساب، يعني الجرد، في حد بيجرد يعني يبعتوا لهم مثلا محاسب جرد بتاع يشوف الفواتير ويشوف الحسابات؟ مفيش. البيء اللي قاعد متبت فيها ده ولابد فينا زي ما يكون دمل، مش عارف، بنفقعه يطلع تاني. اللي اسمه اشرف ده، اشرف صبحي. انا عايز افهم، يعني الجدع ده مقرر علينا ال 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 الوزراء تتغير، والناس تيجي وناس تروح وناس تموت وناس تسافر وناس تهاجر، وده قاعد لنا على قلبنا كده. لا هو لا بيعمل ولا بيسوي ولا بيحط ولا بيشيل ولا بيحط. انت فايدتك ايه؟ وزير ايه انت؟ انا مش فاهم. وزير الشباب ازاي؟ والرياضة ازاي؟ انا مش فاهم. وكل المصايب دي بتحصل وانت قاعد ساكت. يا جدعان غيروه، يا جدعان، يا جماعة غيروه، كفاية كده بقى، كفاية كده، عيب. الله، لغاية امتى؟ لغاية امتى هتفضل البلد دي كده؟ لغاية امتى؟ طب انا عايز افهم، يعني الرئيس ساكت ليه؟ هو بيحارب الفساد مش كده؟ يعني هو مش شايف المصايب اللي بتحصل؟ هو مش شايف دي؟ بلاش الرئيس معكوك في الحرب والكلام ده. في رئيس الوزراء فين؟ ما تقوليش رئيس الوزراء مش عارف، ما هو تحتيه مساعدين. اصل يعني هو ما بيعملش كل حاجه لوحده، ما بينزلش يحفر في الشارع مثلا ولا حاجه. يعني الرياضه دي، وزير الرياضه ده مش بيشتغل تحت ايده؟ مش في تقارير بتروح ولا ما فيش تقارير؟ هو كده بس سايبه وخلاص ويشتغل وخلاص يعني؟ عشان تبقى مدير ناجح لازم يبقى عندك تاخد تقارير، مش لازم يعني ان انت تبقى واقف على راس اللي تحتيك لا. بس يعني زي ما بيقولوا في امريكا the proof is in the pudding. يعني ايه؟ يعني الدليل موجود، الدليل عندك. المصايب اللي بتحصل دي انت ساكت عليها ليه؟ انت عاجبك كده؟ يعني مثلا المغرب هتاخد خدت خلاص كاس العالم، هي والبرتغال واسبانيا، وبعديهم السعوديه. انت قاعد تعمل ايه؟ ما انت عندك ملاعب وعندك البنيه التحتيه وعندك الفلوس وعندك تقدر تعمل كل حاجه. ليه ما بتعملش حاجه زي كده؟ انا مش فاهم يعني. انت مش غير يا جماعه، انتوا مش غيرانين على بلدكم دي؟ انتوا مش غيرانين عليها؟ مش كفايه كده؟ مش كفايه قرف؟ سايب الجدع ده يبهدل الدنيا ليه؟ الله، هو ما فيش حد تاني غيره؟ حط يا سيدي خالد عبد العزيز، رجعه تاني، ما هو ايوه زملكاوي بس احسن منه بكتير. طب انا عايز افهم، ما يجيش واحد اهلاوي ليه يمسك وزاره الشباب والرياضه؟ لازم يعني زملكاوي؟ لازم؟ ليه؟ عشان الزمالك طبعا لازم يحافظ على حقوقه. لا، الزمالك ليه حق، لازم ياخده. طب ما هو بياخده. لا انا عايز حق، انا اصلا لو خد حقه لوحده
مش هينفع، لازم ياخد حق غيره علشان يبقى يعني شويه يبقى ند للاهلي. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا بقول لكم اهو، ما في حاجه، ما في بطوله كسبها النادي ده بالحلال، وما فيش مباراه كسبها الا اذا كان حتى زي اللي كسبها النهارده دي كده بسهوله، يعني بتتسهل له العمليه. بس ما فيش بطوله دوري ولا بطوله كاس خدها الا بالحرام. وبعدين علشان ينفي التهمة عنه لازم يخليك تبص الناحية التانية. بص العصفورة، ده الأهلي هو اللي بيعمل كده، ده الأهلي نادي الدولة. نادي الدولة ازاي إذا كان الحكام زملكاوية، معظمهم زملكاوية، ورئيس الاتحاد زملكاوي، واللي تحتيه زملكاوية، والمدير التنفيذي زملكاوي، وزير الرياضة زملكاوي، رئيس الاتحاد زملكاوي، واللي تحتيه زملكاوية، والأهلاوية اللي شغالين معاهم بيخافوا يبقوا أهلاوية، فبيحابوا الزمالك برضه عشان يحافظوا على كراسيهم، زي بركات افندي وعماد متعب برضه نفس الحكايه. رئيس الوزراء زملكاوي، وزير الصناعه زملكاوي، وبيتدخل فيما لا يعنيه. يا اخي خليك يا اخي في حالك يا اخي. يعني إن البلد كلها زملكاويه، الاعلام كل معظمه زملكاوي، رئيس الاعلام زملكاوي، رئيس الاذاعه والتلفزيون زملكاويه، المخرجين معظمهم زملكاويه. وبعدين يقول لك النادي الاهلي نادي الدوله. نادي الدوله ازاي؟ انا مش فاهم، دوله ايه دي؟ فين انهي دوله اللي بتتكلم عنها دي؟ انهي دوله؟ نداء اخير للجدع اللي عمال يتدخل في الرياضه ويلغوص فيها ويبهدل فيها في مصر. اقطعوا بقى الحبل ده يا جماعه والنبي، شيلوا ايديكم بقى والنبي، خلوا الزمالك يكسب بقى بعرقه وبجبينه، خلوه يتعلم من الاهلي شويه المؤسسيه والنظام والنظافه. لو سمحتوا شيروا الحلقه دي واعملوا لها لايك علشان نكبر. انتوا بتأزروا الزملكاويه كتير وبتفرجوا عليهم عشان هم بيتظاهروا بالمحايده. هو ما فيش زملكاوي محايد، هو بيعمل كده عشان انت تتفرج عليه عشان هو يعمل فلوس. فلما سندوا الزملكاويه سندونا احنا كمان، احنا اهلاويه زيكم، احنا اولى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والسلام ختام.